باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بكم في قناة أبونا مينا عبود مفرح القلوب. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيانهم. سفر الخروج. رسالة النهاردة من رجل المعجزات، يوم عيد ميلاده جاي برسالة حلوة بيطمنك وبيقولك اطمن جدا يا حبيب أبوك، ما تخافش حتى لو الأمور قدامك متعقدة على الآخر ولا الطريق مسدود وعدو الخير مليه بسدود. اوعى تخاف، اوعى تقلق، ما تستغربش من كلامي يا حبيب أبوك، ده باب ربك دايما مفتوح. صدق إنه مهما كان حجم الشر في حياتك كبير قوي، اتأكد، خلي عندك إيمان إن قوة الله أكبر وأعظم، ده إلهك في العلا أقدر. يعني اطمن مهما كانت الأحوال حواليك مرعبة والأحداث ما تطمنش، اوعى تخاف حتى لو حاول عدو الخير وكل أعوانه إنهم يظهروا ويبينوا إنهم أقوى. لأ، اتشدد انت وتقوى بإلهك وخليك كده ولا يفرق معاك. اوعى تصدق، اوعى تهاب، اوعى تخاف، علشان إلهك أكبر وأعلى وأعظم. صدق اللي معاك قوي جدا وعظيم وقادر على كل شيء، وطرقه كلها عجيبة، تدابيره بتحير العقول، زي اللي حصل هنا من أحداث غريبة في سفر الخروج لما موسى النبي دخل ووقف قدام الفرعون. كان بيقول له ويطلب منه إنه يترك شعبه يرحل مخصوص من مصر. لما حصل وقتها حاجات كتير مخصوص في عدد 7، لما موسى رمى عصا هارون على الأرض واتحولت في الحال تعبان. بعدها العرافين اللي كان جايبهم فرعون عملوا نفس الفعل بتاع موسى، وبيقول الكتاب الكلام ده: دعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصا فصارت العصا ثعابين. طبعا اللي يبص على الأحداث دي كلها واللي بيحصل هنا يخاف من قوة عدو الخير الكبيرة قوي ويقلق. ما هي بصراحة حاجة تخلي الواحد يتوتر ويخاف ويقلق، لكن لما نيجي نشوف بقية الأحداث وإيه اللي حصل بعد كده، زي ما بتقول الآية هنا في سفر الخروج: ولكن عصا هارون ابتلعت عصاهم. ياه، فعلا دايما قوة ربنا أعظم، دايما الله أقدر، دايما الكلمة الأخيرة ليه هو اللي بيقول كن فيكون، واللي يقوله يتم أوامره على طول، لأنه هو الوحيد اللي بإيديه السلطان، هو الوحيد اللي في إيديه القدرة على التغيير والتبديل. ومش بس كده، ده قادر يخلق ويحيي من جديد. يعني مهما حصل ما تخافش، مهما حصل حواليك، حتى لو في حاجات كتير ما تطمنش برضو ما يهمكش، حتى لو زي ما بيتقال إن الدنيا اتقلبت من كل ناحية ما يهمكش، ربك أقوى. حتى لو الشر كتير، ربك أقدر وأعظم، وهيبدد مشورة معانديك. حتى لو الأبواب كمان كلها اتقفلت قدامك من كل ناحية، ربك هيفتح ليك باب بكل الأبواب، هيشق ليك طريق ما خطرش أبدا على بالك. إلهك قادر على كل شيء، قادر يديلك بدايات جديدة، قادر يديلك دنيا جديدة مختلفة خالص عن اللي انت فيها دلوقتي. ده كلامه على فكرة مش مجرد كلام وخلاص، زي ما بيقولك
ها أنذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت. اطمن، بيعمل لك كل الخير، بيصنع ليك طريق جديد جميل مليان أمل، مليان تعويض وأفراح. ما هو شايف وعارف كل حاجة يا حبيب أبوك. هو عارف كل اللي بيحصل حواليك وبيدور، وكل اللي بيحصل معاك. عارف كمان إنك خلاص تعبت قوي وملكش نفس تعمل أي حاجة، وإنك زي ما بيقولوا كده جبت آخرك. هو شايف إنك واقف في نفس الدايرة، ما بتتحركش ومفيش تقدم ولا خطوة واحدة حتى. ما تقلقش من اللي انت فيه ده كله، اوعى تفقد رجائك بإلهك. خليك ماسك فيه، خليك ثابت على موقفك وإيمانك بيه. خليك مطمن مهما حصل حواليك، لأنه هيحدث تغيير. هيديلك معونة، هيديلك سندة تدفعك لقدام، تدفعك للنجاح، للأفضل والأجمل. ما هو محوش ليك كل حاجة، محوش تعبك، محوش وجعك، محوش شقى السنين، حتى كسرة قلبك وكل خيبة أمل انت تعرضت ليها هو محوشه ليك. كل ده رصيد متشلك، وانت فكرك هو شايله خلاص. لأ، ده هيكافئك خير عن كل اللي انت عانيت منه وعديت بيه في أيامك وسنينك دي كلها. هيكافئك أفراح، تعويضات، بركات وتعزية مالها ازاي. هيديلك أكتر بكتير من كل اللي انت حلمت بيه واتمنيته طول أيام عمرك. ما أبوك سخي وحنين وبيحبك قوي. اطمن يا حبيب أبوك. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بركة وأفراح ونجاح بشفاعة العذراء الحنونة أم إله القدرة اللي دايما بتفرح أولادها وتدبر أمورهم من غير حتى ما يطلبوا منها، وبشفاعة حبايبها الكتار قوي من الشهداء والقديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة العظيم في القديسين رجل الصلاة والمعجزات اللي شفاعته قوية قوي أبو الغلابة، وبشفاعة الراجل الجدع أبونا مينا عبود صاحب صاحبه اللي مش بيتأخر عن أي حد ينده عليه في يوم ويقوله على موضوع إلا ويجي أوام أبونا مينا ويفرحه. قناة أبونا مينا عبود مفرح القلوب.